أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله شفاء ونورا وفرقانا وحجة وبرهان على قلب خير إنسان محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان، فبينه بالسنة أوضح تبيان وهدى به كل إنسان. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله الملك الديان، وشر الأمور ما أحدثه بنو الإنسان، وقد كمل هذا الدين من غير ما نقصان. وقد وجدت البعض يقول بجواز تلاوة القرآن على أي حال من غير ما تجويد وللسواد إتقان. كيف يكون هذا وقد قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته. ورتل القرآن ترتيلا. وقد ورد في تفسير ورتل القرآن ترتيلا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، أي بينه بيانا. وقال الحسن: اقرأه قراءة بينة. وقال مجاهد: ترسل فيه ترسلا، أي تمهل في قراءته تمهلا. وقال قتادة: تثبت، يعني تثبت في قراءته. التثبت وهو الاستبيان والقراءة الصحيحة. وقد ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله في متن الجزرية قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ما معنى هذا؟ قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، أي الأخذ بالتجويد. ومعنى التجويد في اللغة من جود الشيء إذا حسنه. أما التجويد اصطلاحا هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات، والنطق بها على أتم وجه، ومستحقها من الأحكام. حتم يعني محتم عليك أيها المسلم، لازم. من لم يجود القرآن يعني الذي لا يقرأه ولا يحسن قراءته بالقرآن آثم. لماذا؟ لأنه به الإله، لأنه به الإله أنزل، أي بهذه الصيغة أنزل إلينا نحن المسلمين. وهكذا منه إلينا وصل، أي نزل من عند الله بهذه الصيغة وبهذه الطريقة، وصل إلينا بجمع عن جمع، وهو طريق التواتر الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهو أيضا أي السبب الآخر حلية التلاوة، يعني تكون التلاوة طيبة حسنة. وزينة الأداء جيد يكون، والقراءة جيدة. وهو إعطاء الحروف حقها. كيف يكون التجويد؟ بإعطاء الحروف حقها من صفة لها، كصفة الصفير وصفة التكرار، الصفير في السين والصاد، وكذلك الإطباق والإدلاق، وإلى ما غيرها من الصفات، والقلقلة أيضا. ومستحقها أي مستحقها من الأحكام.
التي تقع عليها كاستحقاقها من الإدغام، واستحقاقها من الإقلاب، واستحقاقها من المد، وإلى ما ذلك. ورد كل واحد لأصله، أي إرجاع كل حرف لمخرجه. واللفظ في نظيره كمثله، أي أنه إذا جاء بعده حرف مثله يقرأ كما يقرأ الأول مكملا، يعني تقرأه كاملا من غير ما زيادة وإطالة وتنظم ولحن، فهذا من غير ما تكلف باللطف، يعني تلطف في نطق الحرف بلا تعسف. وليس بينه، أي ليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أي أنه الذي يترك التجويد، يعني كما إنسان مجرد يحرك فكه ويحرك لسانه ويتعبه بلا فائدة. وأقول أيضا: كيف تصل إلى المعنى المراد من قول الله عز وجل؟ وكيف تتدبر آياته؟ وكيف تفهم معانيه؟ وكيف تفهم مراد الله عز وجل إذا لم تقرأه بالقراءة الصحيحة؟ وإن لم يقرأه امرؤ مسلم بالضبط والقراءة الصحيحة، كيف سيتدبر معانيه؟ فيرفع المنصوب وينصب المرفوع، ويخفض المنصوب وينصب المخفوض، يغير من معنى الكلام. إخواني أحبائي، فعلى سبيل المثال لو قرأ إنسان إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو قرأها بالرفع وهي منصوبة، لو قرأها بالرفع أي إبدال الفتحة ضم، لكان كفرا، أي أن الله عز وجل وحاشا الله عز وجل أن يخشى من عباده لو قرأها بالضم. لكن عباد الله العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. وكذلك لو قرأ الضالين في سورة الفاتحة، لو قرأها بالضالين لكان المعنى قد تغير، وهذا لحن جلي، وهي الضالين بالضاد أخت الصاد. فكلمة الضالين بالضاء هم المستضلين. أما المراد في قوله تعالى الضالين بالضاد المستطالة هو الزائغين عن طريق الحق وهم النصارى. ومن المعلوم أن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج في خداج، أي باطل في باطل. فأحبتي، التجويد ما هو غايته؟ هو حفظ اللسان عن اللحن في كتاب الله. وما معنى اللحن؟ اللحن المقصود عند علماء التجويد هو الخطأ. وهناك نوعان من اللحن: اللحن الجلي واللحن الخفي. فعلى سبيل المثال من اللحن الجلي هي إبدال حرف بحرف، مثل الضالين والضالين، وقلب السين إلى صاد، وقلب الصاد إلى سين، والزاي إلى سين، والصاد إلى سين، وهكذا. أو إسكان متحرك، يعني حرف ساكن أبدله بحرف متحرك، أو حرف متحرك أسكنه. وقال بعض العلماء ومنهم البركوي: وتحرم هذه التغييرات إذا كانت حتى لا تخل بالمعنى. حتى لو كان هذا اللحن لا يخل بالمعنى، فهي تخل باللفظ الذي وصل إلينا ونطق به صلى الله عليه وسلم، ووصل إلينا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد يقول بعض ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم مما ورد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام البرر، أي الملائكة.
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهذا الدليل إخواني وأحبابي، هذا دليل على المشقة في القراءة، لا على اللحن الذي يجري على اللسان الذي يغير المعنى والصيغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل. كثير منا اليوم يسعى في كثير من الأمور الفاضية التي لا قيمة لها. على الأقل يا أخي تعلم سورة الفاتحة حتى لا يقع خلل في صلاتك. تعلم على الأقل السواد يا حبيبي يا غالي يا مسلم يا طيب، حتى تصون لسانك وتقوى لغتك. وللتجويد فوائد جمة، فوائد عظيمة تصوغ اللسان وتقوي من النطق في اللسان وتحسن العربية. لهذا السبب وكثير من الناس اليوم تجده منشغل بالألعاب وغيرها وإلى ما ذلك. يا أخي خصص من وقتك ساعة تتعلم فيها كتاب الله وتلاوته على وجه الصحيح. ماذا ستخسر؟ كم ضاع من الوقت لديك؟ كم مضى من الوقت الفاضي لديك؟ فيا أخي الغالي، فيا حبيبي، تعلم كتاب الله فيه النور والهدى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا والله أعلى وأعلم، فما كان من صواب فمن الله وحده وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.